الله يعينكم الله يعينكم يعني الله يعينكم. لا الإبل. وإذا مو حيوان واحد وإنما جماعة من الإبل فمعلوم بعد ثروة. إذا جماعة من الإبل وكلها حمر ثروة عظيمة مو هالشكل. لقد أعطي علي بن أبي طالب 3 خصال لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من أن أعطي حمر النعام. قيل وما هي يا أمير المؤمنين؟ هذا من الصفات شنو؟ قال تزويجه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وسكناه المسجد مع رسول الله يحل له فيه ما يحل له. الحين طبعا بدينا القصة الغريبة العجيبة، واسمعوا يا أحبه. إلى ما جريات سد الأبواب إلا بابه، فلا يتمكن غير المعصومين صلوات الله عليهم من الجنابة في المسجد، من المكوث جنوبا في المسجد. سمعنا هذه الآن أحد يعني مواصفات المعصومين، أنه يستطيع المكوث بالمسجد وهو على جنابه. طيب يعني قاعد بالمسجد يعني احتمالنا حتى يصلي، يعني شو المشكلة فيها؟ شو المشكلة أن المعصوم يصلي وهو على جنابه؟ ماكو مشكلة، ما هذا طبعا معصوم بعد معصوم. فغيرهم لا، أما هم نعم. بس بين قوسين لماذا؟ المشكلة لماذا؟ المشكلة لماذا؟ والمشكلة اسمع التفسير. لماذا يجوز للمعصوم أن يمكث بالمسجد وهو غير طاهر على جنابه؟ مكث الجنب في المسجد حرام. شلون هذا الحرام يكون حرام على بياع السبزي وما يكون حرام على رسول الله؟ أنا مشكلته هذا الشيرازي دائما يضرب المثل ببياع الشبزي. ما أدري هل بياع الشبزي هذا مسكين بياع الخضرة مو بشر؟ دائما يضرب فيه المثل، أو أنه يروج لشغلة معينة يعني. هذا شلون إسلام؟ هذا الحرام يكون حرام على بياع السبزي وما يكون حرام على رسول الله. هذا طيب خلي يصير. ليش ما يقول حرام على بياع تربة؟ ما يقول لا ما يبطار التربة، هالشبزي هذا يروح يرد على الشبزي. حرام يكون حرام على بياع السبزي وما يكون حرام على رسول الله. هذا شلون إسلام؟ لا، الشخص ما مفتهم الحقيقة. المشكلة هذول طبعا أنتم اللي ما تفهمون الحقيقة يا أهل السنة. خلونا نفهم من الشيرازي الحقيقة بالضبط. رسول الله لا يجنب كجنابة البشر. لا طبعا، لأن الرسول ليس ببشر على قولة أهلك. لا يجنب كالبشر. لا شلون عيل؟ يلا بابا كمل. البشر يجنب جنابة يتنجس بها معنويا وماديا. ماشي. أما المعصومون صلوات الله عليهم لا يجنبون جنابة يتنجسون بها معنويا وماديا. شلون عاد هذه تيجي؟ هذه شلون تجي عاد؟ ما أدري، فسروها أنت. وشلون تجي ما تدري. دم المعصوم طاهر. كل مخلفات المعصوم طاهرة. الله 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 الله. مرة ثانية حبيبي. شنو مرة ثانية قلبي؟ دم المعصوم طاهر. نعم ماشي. كل مخلفات المعصوم طاهرة. ما في دم المعصوم طاهر. نعم. كل مخلفات المعصوم طاهرة. ما شاء الله ما شاء الله. كل المخلفات، حتى الزبالة، حتى المخلفات على قولة اخونا حكومة، المخلفات النووية والكيماوية كلها. الله المستعان. لا والله 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 هؤلاء المعممين أنا ما ألومهم، لأن في ناس تصدق الحكي، فأنا ما ألومه ما دام يسولف ما حد يسأله. والله يعني منين تجيب هالكلام؟ يعني روح كمل.
المعصوم لا يجنب كما نحن نجنب. نعم. شوفوا في الدنيا اكو خمر وشربها محرم، وفي الجنة اكو خمر وهي ثواب الهي للمتقين. والله شكل الموضوع هذا يعني بغائط وبول الأئمة شكوا يعني شو علاقة خمر الجنة؟ يعني بس يجيب ويلزق لهم، والله يصدقونه ما حد يسأله ليش. فإذا الخمرتان مو نوعية واحدة. الخمرة في الدنيا في شربها الحد، والخمرة في الجنة شربها ثواب إلهي. فإذا الاشتراك أكو في اللفظ فقط. الخمرة الدنيوية خمرة والخمرة الأخروية خمرة، أما في الحقيقة لا. في اللفظ تقول دم المعصوم ودم الإنسان العادي، مخلفات المعصوم ومخلفات الإنسان العادي، أما مخلفات المعصوم طاهرة، بل وردت نصوص. يعني أنا لحظة يعني احنا نفهم من الكلام هذا ان طالما مخلفات المعصوم طاهرة اذا ما ينقض وضوءه، يعني المعصوم وضوءه ما ينتقض بالمرة. صحيح يا شباب كلام هذا؟ المعصوم هذا ما ينتقض وضوءه نهائيا، راح الحمام، طلع من الحمام، نام، قعد، والله ما في حكومة. انا اعترف والله ما عندنا مثل السوالف هذه. يعني هذا على قولة ابنة أوروبا ما يسمونها never. yes actually it is never، يعني always he will be على طهارة. يلا هم زين يوفر ماي، المعصوم يوفر ماي هم زين. طيب اقول لك شو شيء، يعني هذا المعصوم اذا راح الحمام ما يغسل الظاهر، باش حاجة يغسل وليش يغسل؟ وش اصلا ما يروح الحمام، مش حاجة يروح الحمام بالدار وهو قاعد يسويها، ريحة عنبر تطلع ما شاء الله، ويجوا الموالين يتباركون بها. يلا يا حبيبي روح. كثير انها شفاء وبركة. يلا شفاء وبركة. يعني شلون يروح الحمام بالله؟ لا يا حبيبي، يقعد بالصيدلية ويكودها طاهرة. بل وردت نصوص كثيرة انها شفاء وبركة. ما ادري الحين تربة الحسين هي فيها الشفاء، لو الله عزكم خروج المعمم هذا اقول المعصوم فيها شفاء، ما ندري وين نروح. وسكناه المسجد مع رسول الله يحل له فيه ما يحل له. الله تعالى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قل للهذول الحبربش. يا حبربش انت يا حبربش يلي مالكم شغل بلا المعصومين. الله تعالى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قل للهذول الحبربش يا حبربش، بعد ما يحق لهم الجنابة في المسجد والمكوث جنبا في المسجد خلي يطلعون برا. طيب يا ابن الحبربش انت يعني على اساس جبت الكلام هذا؟ وين مصدرك؟ وين يعني منين تجيب الكلام هذا يا ولد الحبربش؟ اما بالنسبة للمعصومين لا. وصارت مشكلة كبيرة. بس رسول الله صدع بالامر الالهي ما شاء الله. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة واعطاؤه الراية يوم خيبر. رسول الله اعطى الراية يوم خيبر. اوكي هذه ما نختلف معاك فيها، عليكم السلام. ولكن ان موضوع وانا لحظة شوية اللي ما اسمك، لحظة شوية، لحظة. ولكن ان والله تقول لي المعصوم خروجه وغائطه يعني شفاء ودواء ومسك وعنبر وانه على طول طاهر، يعني المعصوم ما يحتاج يعني اذا راح الحمام يغسل لو غيره، ماكو جنابه ماكو شيء. لا بس بصراحة يعني على فكرة عجز كبار علماء الاثنى عشرية على اثبات العصمة لأحد. وش نقول لكم دائما؟ ما تقعد يا منو